العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. ورود برقيات التهانئ بعيد الاستقلال. الإريتريون في أوغندا وكينيا وروسيا يحتفلون بعيد الاستقلال. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. عشرات القتلى في مذبحتين شرقي الكونغو الديمقراطية. ماكرون وميركل ينتظران توضيحات من واشنطن بشأن التجسس على حلفاء أوروبيين. والوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة حيال مواقع نووية إيرانية غير معلنة. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث رئيس باكستان الدكتور عريف ألفين ورئيس الدومينيكان لويس أبينادار بباقات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال البلاد. وأعرب الرئيسان تمنياتهما بدوام الصحة للرئيس سياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وقال رئيس باكستان إن بلاده تمنح أهمية كبيرة للعلاقات الأخوية بين البلدين المقامة على أساس الثقافة والتاريخ والقيم المشتركة، معربا عن ثقته لتطور هذه العلاقة بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين. كما بعث وزير خارجية الدومينيكان روبرتو ألفاريز برقية تهنئة لوزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. احتفل الإريتريون في كامبالا اليوغندية والقاهرة المصرية ومومباسا الكينية ومختلف مدن روسيا بالذكرى 30 للاستقلال. وشهد الاحتفال الذي نظم في السفارة الإريترية بكامبالا يوم 29 من مايو باحترام التباعد الاجتماعي مناشط فنية تعكس المناسبة. وأوضح سفير إريتريا في أوغندا السيد محمد سليمان في الكلمة التي ألقاها في الحفل ضمون الاستقلال والتضحيات من أجله، مشيرا إلى انتصار الشعب الإريتري ضد كل العدائيات والمؤامرات خلال 30 سنة الماضية وذلك بوحدته. وقال رئيس الجالية الإريترية في أوغندا السيد كيتاتشو بكاليه إن الشعب الإريتري الذي تجاوز التحديات وبلغ هذا المستوى سيحقق المعجزات في البناء والتنمية. وشهد الاحتفال باقة من الأغاني من فرقة مرب الفنية. واحتفل الإريتريون في القاهرة بعيد الاستقلال بالتأكيد على تقوية التأطير وإنجاح المهام المرحلية. وأوضح سفير إريتريا في مصر السيد فاسيل جبرسلاسي أن 30 سنة الماضية مواسلة ل30 سنة التي قبلها من النضال والتصدي، وأن إريتريا التي حققت الاستقلال بتضحيات أبنائها ستحقق الأهداف بجهود أبنائها. وهنأ الشعب الإريتري وقوات دفاعه بالمناسبة. واحتفلت الجالية الإريترية في مومباسا الكينية بعيد الاستقلال يوم 29 من مايو المنصرم. كما احتفل الطلاب الإريتريين المتواجدين في مختلف المدن الروسية بالمنح الدراسية بعيد الاستقلال. وأوضح سفير إريتريا في روسيا السيد بيتروس تاغاي في الرسالة التي وجهها أن الاستقلال هبة الشهداء، وأن بناء إريتريا المزدهرة المحافظة على وحدتنا هديتنا للشهداء، مهنئا الشعب الإريتري وقوات دفاعه. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم الأول من يونيو في مراكز العزل بالأقليمين الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 22 من الإصابات في أسمر بالأقليم الأوسط وواحدة في مندفر بالأقليم الجنوبي. في غضون ذلك شوفي مريضين بكورونا من الأقليم الأوسط.
وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4117، شفي منهم 3855 وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 248 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة الأول من يونيو 2021. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة تحقيق نتائج مشجعة خلال 30 سنة الماضية لإحلال العدالة الاجتماعية وبناء وطن يحقق الفرص للجنسين. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخأ تسفا ميكائيل أن الاتحاد يعمل في إطار الأهداف الوطنية العامة وينشط لرفع وعي المجتمع بحقوق المرأة وضمان تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات. وقالت إن الاتحاد الذي تأسس في فترة الكفاح المسلح عام 1979 برية واضحة ورسالة وأهداف، عقد حتى الآن 7 مؤتمرات وتنتشر تأطيراته إلى مستوى القرى في 6 أقاليم لتنفيذ مهامه وأهدافه بفعالية كبيرة، بالإضافة إلى إقامة الفروع في الخارج. وذكرت أن الاتحاد يعمل بتقديم القروض المتفاوتة لرفع قدرات المرأة اقتصاديا، وتعمل 14,000 امرأة في الأنشطة التجارية والزراعية استفادة من ذلك، ويجري العمل لفعالية أكبر لهذا النشاط مستقبلا. وأشارت أيضا إلى تنظيم الدورات التدريبية لإكساب المرأة المهن والحرف، حيث قدمت الدورات التدريبية بعد الاستقلال لحوالي 18,000 امرأة، وتقديم الدعم بقيمة 3 مليون نقفة للمرأة في المجال التعليمي. وأوضحت أن جهود التوعية التي يقوم بها الاتحاد الوطني للمرأة بالتعاون مع الشركاء لمحاربة العادات الضارة وتأثيراتها تحقق نتائج مرضية لخفض ختان الإناث وزواج القاصرات، وتتواصل الجهود بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من الأعمال غير القانونية التي تظهر بعض حين. وناشدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخأ تسفا ميكائيل المؤسسات العامة والخاصة إبداء الاهتمام الكبير لإقامة رياض الأطفال في مكان العمل للدفع بإنتاجية المرأة. تلقى 50 من خبراء الزراعة من 8 مديريات بأقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية في مدينة جندع بشأن حجر الحيوان والنبات، نظمها مكتب وزارة الزراعة في الأقليم من 15 وحتى 30 من مايو. وقال مسؤول وحدة القوانين والرقابة في الأقليم السيد وقحتاء برهي إن حجر الحيوان والنبات من البرامج الكبيرة التي توليها وزارة الزراعة الاهتمام، وأن الهدف الأساسي من الدورة التدريبية رفع معرفة وقدرات الخبراء والسيطرة على الأمراض المنتقلة عبر الحدود وتأثيراتها، ودعا لتوخي الحذر من انتشار الأوبئة لانتقال المواشي من مكان لآخر مع موسم الأمطار الشتوية. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكائيل تكيه وجود برنامج إقامة مختبر لتوسيع المعرفة على مستوى المديريات والسيطرة السريعة على الأمراض. وقال مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى إن الدورة التدريبية تكون مثمرة إذا قام المشاركون فيها بنقل المعرفة المكتسبة إلى زملائهم، مؤكدا النتائج الجيدة للدورات التدريبية السابقة. وكان مكتب خدمات القوانين والرقابة في وزارة الزراعة قد نظم دورة تدريبية للمدربين في شهر مارس 2021 بأسمر حول أهمية حجر النبات للسيطرة على وحجر الحيوان. استشهد في 31 من مايو عضو وزارة العمل والرعاية الاجتماعية المناضل عبد السلام علي محمد جراء مرض ألم به عن عمر 68 عاما.
التحق المناضل عبد السلام علي في صفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم حتى إصابته بجروح بليغة تسبب في إعاقته في شهر أكتوبر عام 1976 في القوات المقاتلة بتفان وإخلاص لشعبه ووطنه. والمناضل عبد السلام علي محمد رب أسرة وأب ل8 أبناء، وقد وري جثمانه الثار عصر اليوم الثلاثاء في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل عبد السلام علي محمد، تقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. سيداتي سادتي، نشرتنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قال مسؤول عسكري في الكونغو الديمقراطية إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على قريتي بوجا وتشابي في إقليم أيتوري شرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث العسكري غولز نوغونغو أن مسلحين مرتبطين بالقوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا القريتين وقتلوا عشرات السكان فيهما ونهبوا المنازل وأخذوا رهائن ومن بينهم العديد من المراهقين. كما تحدث مسؤول محلي عن سقوط 60 قتيلا، وقال إن 7 شاحنات وصلت لنقل الضحايا، مؤكدا أن فرق الإغاثة لا تزال تجد مزيدا من الجثث. وأشار المسؤول إلى مشاركة عدد كبير من المهاجمين، وقال إن الهجوم كان موجها بشكل جيد وقتلوا 2 من قادة المجتمع المحلي، ولا يمكن أن نستبعد تصفية الحسابات. وصنفت الحكومة الأمريكية مؤخرا القوات الديمقراطية المتحالفة المنسقة عن تنظيم الدولة الإسلامية جماعة إرهابية دولية. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. لكن قبل أن أختم النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها. ورود برقيات التهاني بعيد الاستقلال. الإريتريون في أوغندا وكينيا وروسيا يحتفلون بعيد الاستقلال. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. عشرات القتلى في مذبحتين شرقي الكونغو الديمقراطية. ماكرون وميركل ينتظران توضيحات من واشنطن بشأن التجسس على حلفاء أوروبيين. والوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة حيال مواقع نووية إيرانية غير معلنة.